يلا بالفيديو السابق سوينا عجينة كليتشة وفشلت فشل ذريع. بالفيديو هذا راح نعيدها بس راح نسوي شيء مختلف. بست البيت راح نحط كوبين طحين، نص كوب زبدة وملعقة شكر وفوقها رشة ملح. راح نطحن رويال حمندي هيل وراح نخلي من عنده خاشوقة كبيرة، بس هالمرة بمكان الخميرة راح نخلي خاشوقة كبيرة بيكنج باودر. راح نضيف فوقها البيضة مالتنا، راح نخلطها شوية. بعدها راح نضيف 5 مكعبات ثلج. الثلج راح يبرد العجينة مالتنا وما يخلي تفاعل البيكنج باودر يشتغل هسه، يخليه بعدين يشتغل. طلع العجينة مالتنا ونفتحها بالتساوي. هسه راح نقصها دوائر وراح نشيلها نخليها على الصينية. راح نثقبها زين وراح ندهنها شوية بصفار بيض وكريمة، وهسه راح ندخلها للفرن حرارة 180 تقريبا 20 دقيقة. راح نطلعها الشكل جميل وريحة الهيل ترسل المكان كله. هسه راح نسوي اختبار الهشاشة. شوف شلون نجيب عجينة البيكنج باودر ونخليها بيدنا، نكسرها راح تتفتت وتصير قطع ناعمة. راح نجيب عجينة الخميرة نكسرها تبقى متماسكة عبالك خبزاية، يعني مو زينة. هذه افضل عجينة كليتش انا اسويها الى اليوم وراح اعتمدها كل عيد. بس سؤال، شنو اكثر حشوة تحبوها؟